أنا اسمي كريم، عندي 24 سنة. طول عمري ما كنتش بصدق في الجن والعفاريت والخرافات. دايما شايفها كلام عيال، كلام بيضحكوا بيه على الأطفال لو حبوا يخوفوه. بس اللي حصل من سنتين غير كل حاجة كانت في خيالي. في ليلة سودة أنا وصحابي شريف وحسام وقفنا قدام بيت من يوم ما اتولدنا في المنطقة، واحنا بنستغرب البيت المقفول ده بتاع مين او مين اللي عايش فيه. البيت ده كنا واحنا صغيرين بنقولوا عليه بيت الاخرس، مع اننا لا عمر شفنا الاخرس ولا عرفنا حاجة عنه. يشاء القدر ان اليوم ده تيجي في دماغي فكرة واقول لهم ما تيجي ندخل البيت ده، او مغامرة جديدة نشوف ايه اللي هيحصل. نفتح لايف على الفيس نوري الناس، مش هتفرق، يمكن تتشهر نبقى ترند زي عمارة العفاريت بتاعت اسكندرية كده. بص شريف لحسام، حسيت ان كانوا متوترين شوية، بس في الاخر وافقوا، يعني مش اول مرة ولا اول كارثة نعملها. اول ما دخلت زقيت الباب، طلع منه صوت كأن حد بيصرخ، الصوت تزييق باب عادي وتراب كتير طالع في الهوا، والريحة مش قادر اوصف لكم، كانت زي ريحة المقابر. فتحنا موبايلاتنا، بدأنا نتفرج على البيت من جوه. بيت قديم مفيهوش حاجة، شوية عفش متكسر على صور على الحيطة. بس فجأة حسينا إن في صورة من صور الحيطة كانت غريبة شوية، صورة حد بيضحك ضحكة مخيفة، ما كناش عارفين ده مين.